ايه ده، في ايه؟ لا، مش هي دي الجمل اللي بتقال في المواقف ديت. المفروض تقولي انا فين، انت مين، وتحاول تفك نفسك كده زي ما انا فشلت. شو. ما علينا، من الواضح كده اننا مخطوفين واللي خاطفنا. ايه ده كلام فضائي ده؟ لا يا حبيبي، انت على كوكبي، يعني انت اللي كائن فضائي هنا. انا شفت الميم ده قبل كده. واضح ان مفيش كرياتيفيتي في القلاشات على الكوكب ده. ثانية واحدة بس، يعني انت خدت بالك ان ده كان فضائي ويقول لا يا حبيبي وان انا اصلا على كوكب تاني؟ واللي لفت نظرك انه مش كرييتيف في القلاشات هي مركز ردة الفعل عطلانة عندك. ما تحترم نفسك يا عم، انت مالك انت؟ ايوه، ما هو اصلا. هم دول، هم دول. هو في إيه؟ مش عارفه، بس واضح اننا دول. اكيد احنا اللي تشوزن زي هاري بوتر كده، وهنعمل المهمه المستحيله وهنطلع مع منى الشاذلي. طيب انا هعمل سكيب للفيلم الهندي اللي قلتيه دلوقتي عشان انا واضح ان انا وقعت مع مصيبة تانية غير الاولانية. ولا احترم نفسك، انا هقعد طول الرحله اقولك احترم نفسك. رحلة مين يا حاج؟ احنا مخطوفين ومش مخطوفين في الشارع اللي وراك، وده احتمال نبقى على المريخ. ايه ده بجد؟ يعني ممكن يبقى هنا هو مين؟ عناب اللي عمره ما هاب. خلاص انا كده اكتشفت ان انا مضطر افكر لوحدي. ممكن لو ربطت الامور ببعضها احاول افهم حاجة. انا اخر حاجة فاكرها اني شفت الجهاز على الارض وصورته وبعدين قعدت اقلب فيه شوية وبعدين مش فاكر اللي حصل. دي اول حاجة. بعد كده اكيد ان الجهاز ده اللي جابني هنا. دي اول نقطة، الحمد لله. يا نهار ازرق، ضفري اتكسر. يا ترى قص الباقيين ولا استنى يطول ويحصلهم؟ تاني حاجة، دايما لما بيرتفعوا عدد مع بعض بيبقى في حاجة مشتركة ما بينهم. يعني للأسف في حاجة مشتركة بيني وبينها. لو عرفت أطلع منها بمعلومة مهمة يمكن أوصل لحاجة. بقولك إيه؟ قولي ايه. قوليلي كده إيه الحاجات المميزة اللي بتعمليها في حياتك وتحسي مثلا إنها مختلفة غريبة أو مثلا بتتكرر، حاجات زي كده. انا بعمل حاجات كتير جدا و... وكلها حاجات مهمة، يعني حاجات كتيرة بقى وحاجات مهمة يعني. أنت كدابة وحتى مش عارفة تبذلي مجهود في الكذب. حقيقة أول مرة أشوف حد بيكذب ويبقى باين عليه أوي كده. يعني اقول لك احترم نفسك اس 95 وتوزعها على كل جملة بتقولها، ولا اقوم اقتلع عمودك الفقري من بقك دلوقتي واخليك من الرخويات؟ طيب أنا آسف، هنجرب تاني. يعني مثلا